السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مصيكو في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنحل مشكلة البينج. كيف ما تشوفون البينج عندي 400 300. البينج سيء، ولكن مع الحل أرجو منك عزيزي المشاهد أن تعمل لايك وتعليق الفيديو، تعمل اشتراك لكي تستفيد وتخلي الناس أيضا تستفيد. كيف ما تشوفون البينج عندي سيء للغاية ولا يساعدك في اللعب، والطريقة كالتالي. انظروا، لما تذهب تعمل أي شيء تلقى البينج 500، وإذا رجع كيف ما كان تلاقيه بيرجع ثانيتين وبيرجع كيف ما كان. الطريقة، إذا كان عندك هاتفك ضعيف وسامسونج هتشاهد الفيديو، إذا كان هاتفك من غير سامسونج قل لي بالتعليق. ندخل على إعدادات ونبحث عن الخيار المطور. إذا أنت ما عندك تدخل على حول الهاتف وتضغط على رقم إصدار 7 مرات وتفعل، تكتب الكود الهاتف وترجع وتلاقي خيار مطور تفاعل معك. شو راح نعمل في خيار مطور؟ نبحث عن حجم الرسوم متحركة. نبحث عن حجم الرسوم، أنتم تلاقوها في واحد فتردوها إيقاف 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 إيقاف. كيف ما قلت لكم راح تردوها كلها إيقاف إيقاف إيقاف. طريقة أنا أحطها إيقاف، ونبحث عن فرض 4 XM SAA أو إيقاف تراكبات الأجهزة. وهذه هي النصف الحل. والنصف الثاني تذهب إلى لعبة الداعم، سأضعكم لكم اللينك تاعها في الوصف. هندخل عند هذا الخيار وراح تفعلون هذه الخيارات، مثل نفعل أنا 90 في الرمل، وتفعلون كل الخيارات وتضغطون على تطبيق. لما تضغطون على تطبيق راح يتنون 30 ثانية أو 40 ثانية لكي يعمل التطبيق، وراح تخرجون وتدخلون عند آلي، تفعلون هذه الخيارات. نشوف تقولوا شو بيستفيد لعبة الداعم. لعبة الداعم بيفعل لك إعدادات وهمية للعبة لكي تبين أن جهازك قوي. ولما تضغطون توضيح تدخلون لعبة فري فاير، لما تضغطون عليها سوف يحدثون معكم كل الأشياء اللي فعلتها، وسوف تفتحكم لكم اللعبة بعد 3 ثواني. الآن سوف نرى إذا البينج أصبح جيدا أو لا. ندخل لصيحة التدريب ونضغط على بدء، ومن البداية جيد. كيف ما تشوفون 58 38 42 البينج ثابت لا يتعدى 60. كيف ما تشوفون. إذا استفدت عزيزي المشاهد اعمل لايك واشتراك ودعمني، أنا محظور والله، وشكرا لك.